ولد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في الأول من يناير 1927 في قرية المراعزة التي تتبع مركز أرمنت بمحافظة قنا، أصبحت الآن جزءاً من محافظة الأقصر في صعيد مصر. كان والده الشيخ محمد عبد الصمد من علماء الدين، وكان جده الشيخ عبد الصمد من حفظة القرآن الكريم. تعليمه وحفظ القرآن بدأ الشيخ عبد الباسط في حفظ القرآن الكريم منذ صغره، وأتم حفظه كاملاً في سن العاشرة. تعلم علوم التجويد على يد الشيخ محمد سليم، الذي كان له الفضل في تعليمه قواعد وأصول التجويد. بداية مسيرته في التلاوة أصبح الشيخ عبد الباسط مشهوراً بعد أن تلا القرآن في مسجد السيدة زينب بالقاهرة عام 1951 وليس 1950. كانت هذه التلاوة نقطة انطلاقه نحو الشهرة. في عام 1952 تم تعيينه قارئاً لجامع الإمام الشافعي، وبعد عام تم نقله ليصبح قارئاً لجامع الإمام الحسين، وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته. انتشار شهرته عالمياً شاعت تسجيلات الشيخ عبد الباسط على نطاق واسع في العالم الإسلامي وخارجه. زار العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وأصبح أول قارئ للقرآن يحصل على وسام تقدير من دولة ماليزيا عام 1956. حياته الشخصية: كان الشيخ عبد الباسط متزوجاً ولديه 3 أبناء، ياسر وهاني وطارق، وجميعهم تعلموا تلاوة القرآن الكريم. وفاته وإرث توفي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في 30 من نوفمبر 1988 عن عمر ناهز 61 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً عظيماً من التسجيلات القرآنية. يعتبر الشيخ عبد الباسط أحد أبرز قراء القرآن الكريم في العصر الحديث، ولا تزال تلاواته تتردد في المساجد والإذاعات الإسلامية حول العالم.